ما تمدش ايدك عليا، كلمني باحترام زي ما انا بكلمك باحترام. ايدك ما تتمد بالذوق والادب. اوريك تعال. ايه اللي يخلي فرد امن يتعامل كده مع راجل وزوجته داخل الحرم المكي؟ اعتداء فرد الامن السعودي على المعتمر وزوجته في الحرم. ايه القصه؟ الفيديو اللي قدام حضراتكم بتشوفوه دلوقتي ده احنا اتفاجئنا بيه الساعات اللي فاتت منتشر على السوشيال ميديا، والسبب هو كان تعاطف الناس على اللي بيحصل داخل الفيديو. الفيديو بيوضح ان في فرد امن سعودي تحديدا من داخل المسجد الحرام، بيبدا الفيديو وهو بيشد معتمره من مكانها. المعتمره دي قالوا عليها ان هي معتمره اسيويه، وقالوا عليها ان هي زوجة الراجل المعتمر الثاني اللي هيتم شده قدام حضراتكم دلوقتي. بعد فرد الامن السعودي ما شد المرأة المعتمر، بدا ان هو يروح ناحية المعتمر ويزق فيه ويعتدي عليه. يبدا المعتمر المصري ما تمدش ايدك عليا، كلمني باحترام زي ما انا بكلمك باحترام، الى ان الفرد الامن السعودي بيتلاشى تماما كل الكلمات اللي هو بيقولها، وبيبدا ان هو يزق فيه ويعتدي عليه. واللي كشف لينا ان المعتمرة اللي اتشدت في اول الفيديو تبقى مراته، هو ان المعتمر المصري وقت الفرد الامن السعودي ما بيعتدي عليه قال لها صوري وريهم ازاي بيتعاملوا معانا في السعوديه. الفيديو نزل على السوشيال ميديا وبدات ردود الناس، منهم اللي قال ان ما ينفعش يحصل كده في بيت ربنا، ايا كانت الجنسيه، مصريه يمنيه، ازاي يعامل ضيوف الرحمن بالشكل ده. رغم انتشار الفيديو الواسع الا ان لحد دلوقتي مفيش اي مصدر وضح لينا سبب الخلاف وليه فرد الامن السعودي كان بيعمل كده مع المعتمرين المصريين.